السلام عليكم بنات، كيف كتشوفوا اليوم فيديو جديد ان شاء الله. غادي نشارك معكم الطريقه ديال التزيين ديال هاد الصابلي. يعني ديجا شاركت معكم الطريقه ونالت اعجابكم بزاف، واليوم عندي واحد جوج شكيلات غادي نشارك معكم هاد الشكل كيفاش ممكن تزينوه بهاد الطريقه، وغادي نشارك معكم هذا الشكل هذا اللي بالشكلاط الاسود. غادي نحضر معكم هذا الطريقه كيفاش هاد الصابلي اللي بالورد واللي فروي كونفي. وهذا الشكل حتى هو غادي نحضره معكم. الا بغيتوا تعرفوا الطريقه كيفاش صايبتهم ما عليكم الا تتابعوني لاخر الفيديو. نتمنى انه ينال اعجابكم وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والبارطاج. البنات حاولوا تبارطاجيو لي فيديو ديالي باش الفائده تعم والعائله ديالنا تكبر وتكبر ان شاء الله. نخليكم دابا مع الطريقه والمقادير ديال هاد التشكيلات ديال الحلوى. بسم الله. نبداو بالنسبه للصابلي. راه غير بغيت نوريكم الطوابع، اش من طوابع غادي نخدم بهم. الصابلي راني ديجا خدمته معكم وعارفين الطريقه ديالته، والوصفه مضبوطه راه كاينه في القناه. الطابع الاول غادي نخدمو بهذا الصابلي مستطيل، وهذا الطابع هكا غير صغير ماشي هكا يكون كبير، على حسب المول ديال السيليكون. الدوره ديالته باقي صغيره. مع انايا صابلي ما كنديرش وحده فوق من وحده، صابلي بريستيج كندير وحده، ما كنديروش رقيق بزاف وما نديروش غليظ ثاني بزاف، يعني كيكون في القياس. انا غادي نوريكم القياس اللي كندير فيه. يبان لكم هنايا هاد البيض راه غير الزبده مع هاد البرد، واخا كتبقاي تدلكي فيها كتبقى مع هاد البرد. صافي كتبقاو دوزو غير هكا بيديكم كتشوفوا واش نيت غادي الطبقه مقاده. صافي راه مقاده ليا دابا. هذا هو القياس انا اللي كنخليه فيه. شفتوا ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق بزاف. انا غادي نستمر بهذه الطريقه. ونعاود بهذا الشكل ثاني. صافي دابا غادي نوريكم لي بلاكيت ديال الشكلاط كيفاش غادي نصايبهم وكيفاش غادي نزين بهذاك الشكل الدائري. غادي ندير الشوكولاته ديالي في حمام مريم وغادي نمروا للطريقه. صافي دابا راه بديت انا في التحضير ديال الشوكولاط. عندي هنايا الشوكولاط كالا، كيف ديما كنقول لكم كنخدم انا بكالا، كيكون كيساعدني في الخدمه. بالنسبه للبلاكيت هذا هو الشكل ديالو، غادي نخدم به. تبغوا تخدموا بالسيرانك تقدروا تخدموا حتى بالسيرانك.
اولا بمعلقه. خصيا سورانك تخدموا بها الا كانوا دوك الخطيطات رقيقين بحال هكا، راه معلقه راه غادي يعني غادي تعاونكم حتى هي. انا راه ذوبته هنايا في حمام مريم وخليته تدفى شويه، عاد بديت كنديرو في ليمون باش الشوكولات يخرج كيلمع، ما يخرجش لونه مغلق. صافي انا غادي نستمر بهذه الطريقه وغادي نوريكم الشكل الثاني كيفاش غادا ندير ليه. بالنسبه للشكل الثاني غادي نستعمل هذا المول سيليكون هذا. اشنو غادي ندير هنا؟ الشوكولاط البيض راه ديجا ذوبته في حمام مريم كيف العاده بطبيعه الحال. غادي نعمر الاول المول ديال السيليكون، عندي هنايا لي فربيكون فيه، غادي نحطهم هكا بشكل عشوائي. وعندي هنايا الورد كيف كتشوفوا حتى هو غادي نزين به هنايا. غادي نعاود يعني هذا التزيين تقدروا تزينوا باي حاجه اللي فربيكون فيه. كاين كيوي، اناناس، هكا مجفف، مهم على حساب. بالنسبه للبنات اللي كيشدوا لي كوموند على حساب الثمن نتوما باش شادينو، وعلى حساب شنو بغاو الكليان. انا غادي نستمر بهذه الطريقه. يعني اي مول سيليكون ولا ماشي ضروري ما كانش عندكم مول ديال السيليكون تقدروا تستعملوا غير لي بلاكيت ديال البلاستيك عاديين. كيلصق. صافي هنا بعد ما جمد ليا الشكلاط شنو قلت؟ ما بغيتش نخليها هكا كحل، كي على حساب اللون باش ما يبانش مغلوق. درتي خويطات هكا في البيض. هذا هو الشكل اللي عطى. صافي هذا مكان، وها هما هادو بعد ما جمدوا، وهادو ديال شانيل حتى هما خدمتهم. عندي هنايا كاوكاو كونكاسي، هنايا محضره واحد شويه ديال الكليكوز، درتي شويه على قبل التنسيمه. هنا غادي نسمو بالروح ديال الناطا، غنديري واحد شويه حيت مجهده. البنات بزاف كيسولوني على الروح ديال الناطا، هو هذا ها كيتباع هكا، يقول لي روح الناطا، ولكن شي مدن كيقول ليه الروح ديال البسكوي. صافي شنو سميتو؟ غادي ندهن مزيان هكا، وغادي نضيف ليه شويه الكاوكاو، غير واحد شويه ها هو كاين هنايا. صافي راه الشكل ديالو ساهل. كيف كنقول لكم ما تقيسوش هكا، حاولوا ما تقيسوش بيديكم باش ما
ما يتضببش ليكم الشوكولاط الكحل. نديرو حتى الجناب مزيان باش الكاوكاو يتشد. صافي انا غادي نستمر بهذه الطريقه، غادي نكمل الكميه اللي عندي وندوزو للشكل الثاني. من بعد ما شكلت هذاك الصابلي الاولاني نبداو في هذا. انا راه فينيت هذاك ديال شانيل. هذا هو الشكل، غنوريكم الشكل ديالو. درت ليه هاد الحجيرات هكا كيجي زويون. صافي غادي الطريقه عاديه حتى هو. كيجي المنظر ديالو غزال وراقي في نفس الوقت. نتمنى ان الفكره ديال اليوم تنال اعجابكم والطريقه ديال الزين ديال الصابلي. الا عجبكم كنت ديجا حطيت معكم فيديو فيه طريقه ديال الزين ديال صابلي بريستيج، مازال كل مره نبدا نحط معكم طريقه ديال الزين يكون شكل جديد وراقي في نفس الوقت، نبدا نحطو معكم على شله. صافي انا غادي نكمل الزين ديال هاد الشيء اللي عندي ونلتقيو في الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديالو كيف كتشوفوا. بلاطو جا راقي ومنظر رائع بهذوك الالوان اللي فيه، وهذا الشكل ديال شانيل وهذاك القهوي. يعني راه هو التحضير ديالو ساهل. هذاك اللون القهوي راه ديجا شاركته معكم. كديروا الشوكولاط ابيض وعاد كتبداو تزيدوا الشوكولاط الكحل. نتمنى ان فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، والتقيو شي فيديو اخر ودمتم في رعاية الله.